أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة، وفي حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وفي الحلقة رقم 73. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، وأرجو أن تقضوا معنا وقتا مفيدا وممتعا بحوله تعالى. وفي البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، ارتأيت أن أتحدث عن زميل عزيز وكاتب محترم وشاعر مفلق ومناضل سياسي وأخ يمتد بين إريتريا والسودان. إنه الشاعر الإعلامي اللغوي المرحوم إدريس عوض الكريم. الشاعر الإعلامي السياسي إدريس عوض الكريم رحمة الله عليه. هذه هي الذكرى الثالثة لرحيله. توفي عام 2020 في السودان في مثل هذا الشهر من فبراير. له الرحمة والمغفرة. جمعتني معه وزارة الإعلام وأروقاتها المختلفة، الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وجمعتني معه إريتريا التي أحبها وانسرب في جذورها أرضا وسماء وشعبا وكفاحا، وهو من السودان، وارتبط بها ارتباطا حميما حتى تزوج من مقاتلة فتاة إريتريا وأنجب منها. وقد ارتبط بالقضية الإريترية منذ أن وعيه السياسي، وهو الذي كانت أمامه الدنيا مفتوحة. سنقرأ سيرته العطرة، كيف التحق بإريتريا وأحبها وناضل من أجلها ودفع ما دفع من الأثمان الغالية. أنا حقيقة التقيته عام 91 92 كده، وهو في مفوضية الاستفتاء ثم الدستور، ثم انتقل إلى وزارة الإعلام. له الرحمة والمغفرة. وأبلى بلاء حسنا. كان نائب رئيس تحرير صحيفة إريتريا الحديثة ورئيس تحرير إريتريان بروفايل الناطقة باللغة الإنجليزية، وهو الرجل اللغوي. ما أن يتحدث إليك باللغة العربية فتكاد تحسبه أنه جلس ذات يوم مع البحتري وأبو تمام وتحدث إلى المتنبي. حقيقة لغته فصيحة. وإذا تحدث إليك بلغة الفرنجة واللغة الإنجليزية تحديدا فإنه ذلك الذي كأنه أتى من اسكتلند وكأنه لا يعرف غير هذه اللغة الإنجليزية. وإذا ما تحدث إليك باللغة التيغرينية، تلك اللغة فيها الطعم واللون المختلف، فتجد فيه نكهة السوداني الإريتري التلقائي. فله الرحمة والمغفرة شاعرنا وحبيبنا إدريس عوض الكريم. أيها الأخوة والأخوات، نقرأ السيرة العطرة من خلال الكتابة التي كتبت عنه. والكتابات التي كتبت عن أستاذنا وحبيبنا الراحل إدريس عوض الكريم ماها كثيرة، ولكن خير من كتب عن ذلك هو الأستاذ عبد الجليل الشيخ، وأنا أحييه. وقد نشرت مقالته في كثير من المواقع والمراصد، وتعميما للفائدة وعرفانا بدوره، وبرضه استحقاقا أدبيا بحق الأخوة والزمالة، ولأنه دعم المكتبة الإريترية بجميل من الأشعار، وكذلك دعم الصحافة العربية في إريتريا واللغة الإنجليزية كذلك. لكن بلاءه في الصحافة العربية كان كبيرا جدا، وإحياء لذكراه والترحم عليه. أنا مع كل أسف الرحلة والحزن عليه، لكن أن نتحدث عنه ونتحدث على خيراته وعطاءاته هو ذلك بما أمر به الدين الحنيف.
فكتب الزميل عبد الجليل الشيخ يقول: قال العاشق قيس ابن الملوح: فإن تك ليلى بالعراق مريضة فإن تك ليلى بالعراق مريضة فإني في بحر الحتوف غريق، أهيم بأخطار البلاد وعرضها، وما لي إلى ليلى الغداة طريق. بهذا المفتتح كتب عنه يقول: كتابان سطرهما عاشق من أجل معشوقته ليلى الحرية، فكأن بمثابة جناحين يحلق بهما في الآفاق، وبسبب هذين الكتابين أصبح عاشقا يهيم في الغربة بعيدا عن معشوقته الحرية والوطن، كأنما مكتوب عليه منذ مولده في طي صفحة الحرب العالمية الثانية الاغتراب ذاتيا ومكانيا. كان يافعا حين رحل الإنجليز من السودان، تاركا أهل السودان يعيشون أزمة القرار السياسي، ومن ثم رد الفعل وانتكاسة العاشق والاغتراب في المنافي التي فرضت عليه عشقا يحتاج إلى دولة أي سياسة، والعشق شيء والسياسة شيء، يسيران على قطبين لا يلتقيان. إدريس عوض الكريم هو أبو منار، بنت الوحيدة منار، لها التحية والسلام ولوالدتها. هو أبو منار إدريس عوض الكريم شاعر، مترجم، إعلامي سياسي، ولد في مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض في السودان. درس فيها المرحلة الأولية الموسومة في الذاكرة بالأيام الخوالي حسب قوله: في تلك الأيام الخوالي ونحن لا نزال نرتدي أردية الشورت، كما قال في كتاباته. على فكرة شاعرنا وكاتبنا إدريس عوض الكريم في أخريات أيامه من إريتريا هو خرج فيما أظن أعتقد 2006 أو 2005 شيء من ذلك. وقبل تلك الفترة بأشهر أو سنة وشيء كان يكتب من الذاكرة، أعتقد هو العنوان بين الضفتين، ذكريات بين الضفتين، إريتريا والسودان. كان يحكي عن تجربته، وكان تنشر المقالات في إريتريا الحديثة. طبعا ما في طريقة، حتى الارشيف بتاع إريتريا الحديثة ما نقدر ندخل عليه من على البعد، ولذلك هذا ما ورد في كتاباته فيما أظن: في تلك الأيام الخوالي ونحن ما نزال نرتدي أردية الشورت من قماش الكاكي وقمصان البوبلين الأبيض، وننتعل حذاء باتا ذا النعل المطاطي والقماش المشمع، وهذا أمر مقبول لطفل في سنوات دراسته الأولى. مرحلة التأسيس للمرحلة التي بعدها، حيث الوسطى التي قضاها في مدرسة الدويم المبنية بالطوب الأحمر والحجر، وناظرها ساعتئذ الأستاذ محمد أحمد عبد القادر، والمعلمين مثل مصطفى حسن أمين، محمد توفيق، ضرار صالح ضرار، والأستاذ أحمد مرغني شكاك. كان ميالا صاحبنا للثقافة، حيث انتظم في الجمعية الأدبية التي تقام أسبوعيا كل يوم أربعاء. وسبحان الله حتى في عهدنا متأخرين شوية أيضا كانت جمعيتنا الأدبية يوم الأربعاء. ما أعرف لماذا هذا اليوم، هل بوصفه أنه آخر يوم قبل نهاية اليوم، نهاية الأسبوع، أو آخر يوم قبل نهاية الأسبوع يوم الخميس. كان الجمعيات الأدبية عندنا حتى في المرحلة المتوسطة والشريفين يوم الأربعاء، ولذلك أنا أكن لهذا اليوم وعندي فيه ذكريات كثيرة يعني. وتهتم بالجرائد اليومية. إصدار مجلة الحائط، يعني كاتبنا أصدر مجلة حائط، وأسماها بالتكوينية قبل الولوج في مراحل متقدمة، سماها بالتكوينية. تلك المرحلة كانت تكوينية بالنسبة لجيلنا قبل دخولنا المرحلة الثانوية، إذ تبدأ فيها الميول الأدبية والعلمية في التبلور
تحت التأثير الكبير للمعلمين المقتدرين، وهي علامة فارقة في مكوناته الأدبية، حيث وجد التشجيع من الأساتذة. منذ المرحلة المتوسطة وجدنا من بين الأساتذة من شجعنا على تذوق الأدب عامة والشعر خاصة، وحفزنا هؤلاء على استظهار الجيد من الشعر وإتقان قواعد اللغة العربية. لقد كنت كما يقول شاعرنا الراحل إدريس عوض الكريم كنت أحفظ أشعارا مطولة لأحمد شوقي أمير الشعراء، مثل قصيدة النيل: من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق، وقصائد كثيرة للشاعر واللغوي علي الجارم، ومنها تحية السودان يقول فيها: يا نسمة رنحت أعطاف وادينا، قفي نحييك أو عوجي فحيينا. وكذلك أشعار إيليا أبو ماضي، خاصة قصيدته وطن النجوم. وكان هناك ديوان الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي أغاني الحياة. وأذكر كما قال: كنت في المرحلة المتوسطة كنا نتداوله ونحفظ أشعاره الجميلة التي كانت قريبة من نفوسنا كل القرب لجزالة ورشاقة كلماته وأوزانه. وفضلا أن شعره كان يثير في الأحزان مثل ما كان يثير الألم، حيث المعاناة والتنافسية بين الطلاب في سبيل الالتحاق بالمرحلة الثانوية. كان التنافس الدراسي على أيامنا قاسيا وطاحنا، إذ إن الفرص في وجود مقعد أو مقعد حقيقة في المدرسة من مرحلة إلى مرحلة تليها أشبه بسباق الخيول الجياد والعتاق. كل هذا بسبب قلة المدارس، وهكذا ضاع على ما أعتقد الكثير من الطلبة النابهين، وتركوا ظلما على قارعة الطريق، أي تركوا ليغطيهم غبار الأيام والحياة. هكذا كان شعوره حين التحق بالثانوية حنتوب، كلية التربية جامعة الجزيرة حاليا. وحنتوب كانت واحدة من المدارس التي يشار لها بالبنان، ودرس فيها كثير من الزعماء السياسيين السودانيين، منهم جعفر نميري ومجموعة رحمة الله على الرئيس، وكذلك خورطقة وادي سيدنا، هذه من المدارس المشهورة في السودان الحبيب يعني. يقول: كلية التربية جامعة الجزيرة حاليا، درس الثانوية بحنتوب التي منحته فرصة الكتابة الشعرية. قال: بدأت محاولاتي الشعرية في المرحلة الثانوية في إطار التشجيع المعنوي، إذ كنا نجده من بعض أساتذتنا ونشاط الجمعية الأدبية التي كنا نقدم فيها نتاجنا الشعرية، وكان التشجيع بوابة الانفتاح على التيار من ذلك اللون في ذلك العهد اليساري الذي نازع هواه الصوفي الأسري وأخرجه من عباءة التيار الإخواني في السودان. التحق شاعرنا وإعلامنا وسياسينا الراحل إدريس عوض الكريم، التحق بمعهد المعلمين العالي كلية التربية حاليا في الخرطوم، وبدأ بنظم الشعر وينشره في الجرائد الحائطية باسمه الحركي جرير. وجرير طبعا شاعر عربي كبير، الذي اختاره لأنه يرى في شخصية جرير رمزا للحداثة آنذاك مقابل الأخطل التقليدي. أخطل شاعر كبير، وهما القطبان المتنافسان في العهد الأموي، حيث تأثر في البداية بالأدب الجاهلي. كانت دراستي للشعر العربي كما يقول بصورة معمقة في السنوات الأربع لكلية التربية، خاصة الشعر الجاهلي وقصائد الشعراء الصعاليك والهجاء في العصر الأموي. الصعاليك بمعناها الأدبي.
ومع هذا التأثر فقد تخصص في اللغة الإنجليزية. شوفوا، تخصص لغة إنجليزية، هذا إلى جانب دراستي للأدب والشعر والثقافة الإنجليزية خاصة والأوروبية عامة، وتخصصت في اللغة الإنجليزية. وحينها كان السودان يعيش حالات انتكاسة سياسية أمام العسكر، فانتسب إدريس عوض الكريم كما انتسب كثير من جيل ذلك الزمن، انتسب إلى الحزب الشيوعي وشارك في مظاهرات أكتوبر عام 1964. وعلى فكرة الشيوعيون سرقوا تلك الثورة 64 كما يرى كثير من المحللين، ركبوا الموجة في الأخير ثم ما لبثوا برضو تنكبوا الطريق، ولكنهم يعني ركبوا السفينة بعد ما، وهكذا عهدهم دوما يعني. عمل بعد التخرج أستاذنا إدريس عوض الكريم له الرحمة والمغفرة، عمل مدرسا للغة الإنجليزية في مدرسة الجيلي الثانوية، هي من المدارس الكبيرة، إلا أن شخصيته لا تقبل السكون، لذلك التحق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم لدراسة القانون، ومن ثم المشاركة في الحراك السياسي من خلال اتحاد الطلاب الذي أصبح رئيسا له في نهاية الستينيات من القرن الماضي. وكان حينها عضوا فاعلا في نقابة المعلمين السودانيين، وشارك في اجتماع اتحاد المعلمين العرب ببغداد في الفترة التي تزامنت مع أحداث السودان 19 يوليو 1971، المحاولة الانقلابية على النميري. شوف، رجل احتك بكل هذه الأحداث السودانية، لكنه ختم حياته مع إريتريا حبا ووفاء وعشقا وهياما. ظل في بغداد لسان حاله نشيد الوداع المدرسي الاسكتلندي. هذا النشيد هو للاسكتلندي المدرس روبرت بيرنز ميردي، وده طبعا هذا النشيد بالنغمة باللحن الإنجليزي هو مردد كثيرا في السودان، وبالذات في حفلات الوداع، وكثيرا ما قلنا إلى روحي الطاهرة بعد الترحم عليه، اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أستسمحكم أن أردد ذلك المقطع بالطريقة التي ينشدها الناس في السودان عندما يودعون أحد الأحباب منتقل من مدرسة إلى مدرسة وهكذا، ولأننا ودعناه فنقول له: لن ننسى أياما مضت لن ننسى ذكراها، هل ننسى أياما مضت مرحا قضيناها. وكنا نقولها بالطريقة. وعلى فكرة أنا لما جيت أستراليا هنا في بعض الأمسيات الثقافية الموسيقية استمعت لذلك اللحن، فقلت طبعا علاقة السودان بالموروث الإنجليزي هي علاقة قديمة، باعتبار أنه كان السودان مستعمر إنجليزي وزمن طويل، يعني حتى بعد دخول الإمام المهدي برضو تاني رجعت الحكم الثنائي البريطاني المصري. عموما فلما استمعت إلى نفس المقطوعة فتذكرت السودان، فقلت إن السودانيون إن السودانيين أخذوا ذلك اللحن من الإنجليز. فكنا نقول بهذه الطريقة: لن ننسى أياما مضت لن ننسى ذكراها، لن ننسى أياما مضت مرحا قضيناها. والله المدرسة كلها تقول كده: لن ننسى أياما مضت لن ننسى ذكراها، لن ننسى أياما مضت فرحا قضيناها. إدريس عوض الكريم رحمة الله عليه في يوم من الأيام مر علي وأنا أستمع إليه، كنت في قسم الإذاعة وأعد لي برنامج إذاعي. لما تكون أنت منسق لعامل البرامج فأنت بتعد الموسيقى وكذا، يعني تأخذ مقاطع موسيقية.
فكنت شايل مجموعة كاسيتات كده وبستمع للجزء الدائر أدخن. فكنت واقف عند أغنية للفنان المرحوم محمد وردي رحمة الله عليه، واحدة من المقاطع الجميلة التي بدأ بها حياته الفنية. ف واحدة من المقاطع قسم بمحيك البدر غرامي، وهكذا يعني. فتوقف عندها إدريس عوض الكريم لأنه ذكرته بأيام. قال لي كان يقول لي كده: يا ودي يا شفيت، قال لي يا خطير، بتسمع للجماعة ديل وكده. ومرة كده، وكان رجلا عجولا في حركاته. يعني إدريس قل أن يجلس معك ويونس معك ويقول لك. كان دائما سريع الحركة، لا يعرف السكون، والله كما وصفه أخونا عبد الجليل بارك الله فيه يعني. فأذكر لن ننسى أياما مضت، لن ننسى ذكرى. أقول له وهو في حياته البرزخية، بقول له إدريس عوض الكريم: لن ننسى أياما مضت، لن ننسى ذكراها، لن ننسى أياما معا فرحا قضيناها. وكان لنا حديث وأحاديث مع الأستاذ شاعرنا الكبير الإعلامي السياسي. وكانت الأخبار في الخرطوم آنذاك، أعود إلى المقالة، قانية مما جعله يتجه إلى دمشق. كانت قانية دانية. فاتجه بعد 71، حيث كان ساعتها في بغداد في اجتماع الاتحاد المعلمين العرب 71، ولما كانت الخرطوم قانية بلونها، فاتجه مع من اتجه إلى دمشق، حيث استضافه الأصدقاء في حي المزة التاريخي، وارتبط بعلاقات. من هنا بدأت علاقته بإريتريا في حي المزة من 71. والفلسطينيين كذلك. كان رجلا ثوريا، مما أدى أن يتوجه إلى لبنان ومزاولة نشاطه من هناك بتشجيع من المجموعة القيادية في جبهة التحرير الإريترية. فاتجه من دمشق إلى لبنان، وهو دائما والله يعني كان وفيا لتاريخ جبهة التحرير. لم يكتب حرفا ولا جملة تسيء إلى جبهة التحرير الإريترية، وهو الذي يعرف دهاليز العمل السياسي والمؤامرة والتآمر على الجبهة وغيره وغيره. حتى برضو يعني الخلافات اللي كانت موجودة داخل الجبهة في وحدين، حتى ما يريح الطغمة الحاكمة في إريتريا يكيل ويكيل ويسوق ويدلس حتى في تاريخ، ويعني يزن الأمور بغير غصاص مستقيم يعني. فإدريس عوض الكريم والله لا باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية، حتى في أحاديثه لا ينال، يعني ما يكون مع الشنآنيين يعني، حتى ما يريح آخر. وهو الذي كان يتقلب من منصب إلى منصب يعني. هل تقلد منصبه الذي يستحقه في وزارة الإعلام؟ لم يتقلد. لم يتقلد. نائب رئيس تحرير فترة، ثم رئيس تحرير فترة للإيرتران بروفايل، وهو الذي كان عضوا في مفوضية الاستفتاء أولا، ثم مفوضية الدستور، باعتباره أنه رجل دارس قانون. فمن هناك عندما اتجه إلى لبنان بتوجيه من القيادة المركزية لجبهة التحرير الإريترية، كانت سنوات بيروت حافلة بالكتابة الصحفية لعدد من الدوريات والمجلات، حيث استقر فيها وتزوج من إريتريا وأنجبا ابنتهما منار. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، سأتوقف هنا لبرهة قليلة، ثم أعود إليكم لنكمل ما بدأناه من حديث. فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، وعدنا إليكم بحمده تعالى أيها الإخوة المشاهدون مع قناة سلام الإعلامية المباركة في حلقة من برنامج مع اللغة العربية، الحلقة 73. وحديثنا اليوم هو عن الشاعر الراحل الأستاذ الإعلامي السياسي إدريس عوض الكريم. توقفنا وقلنا كانت سنوات بيروت حافلة بالكتابة الصحفية لعدد من الدوريات والمجلات، حيث استقر فيها
وتزوج من إريتريا وأنجبا ابنتهما الوحيدة منار. وكان مناصرا للقضايا، أي لقضايا التحرر الوطني في إفريقيا والوطن العربي، خصوصا القضية المركزية للأمة العربية الإسلامية، القضية الفلسطينية، وإريتريا هذه التي انسرب فيها انسرابا. تفرغ حضرته رحمة الله عليه للعمل في مركز الدراسات والإعلام الإريترية المجلس الثوري لجبهة التحرير الإريترية الكائن بكورنيش المزرعة عام 1976. عاد إلى دمشق بعد إذن، تحديدا بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وعمل في مكتب الإعلام الخارجي التنظيم الموحد جبهة التحرير الإريترية الذي تم إنشاؤه بعد وحدة فصائل جبهة التحرير الإريترية 1983، وهما المجلس الثوري واللجنة الثورية وقوات التحرير الشعبية. شارك باسم المركز في الندوة الدولية حول إريتريا المنعقدة في تونس آنذاك، كما شارك في إعداد ترانيم ثورية، أول أنثولوجيا إريترية تضمنت قصيدته الموقعة باسم جرير جبهة المجد. والله لم يتنكر لتاريخه. كان يعني لما يحكي بحميمية، لكن لا يفتح ذلك الباب كثيرا، وكثيرون كانوا يفتحون وهم الذين لم يدخلوا ذلك الباب من بعد، دخلوا بالشباك ويفتحون الباب وكأنهم قد دخلوه أول مرة وهم قد خرجوا به من الشباك، دخلوا من الشباك وخرجوا من الشباك. عموما حتى لا يصرفنا الحديث عن قضيتنا المحورية، جبهة المج قصيدته الموقعة باسم جرير مؤرخة في سبتمبر أيلول 83 في الصفحة 44-45، كتبها تعزيزا للجبهة بعد خروجها من الميدان عام 1982. أنا عبر هذا البرنامج استسمح المشاهد الكريم أن يرسلوا لنا هذه القصيدة جبهة المجد. والله كم أتمنى أن أقرأها، أنا ما قريت ساعتها حقيقة، نحن كنا لسه في ذلك الوقت سنة 82 في المرحلة الثانوية، سنة أولى مرحلة ثانوية، فلما نقرأ ذلك المجد فإن شاء الله أيها الرواد، أيها المشاهدون الكرام الذين معكم هذه القصيدة، بالله يرسلوها لنا حتى على عنواني الخاص وفي قناة سلام كما شئتم. لاحقا التحق بأصدقائه في التنظيم الموحد العائدين إلى أسمرة. أيوة، هنا دخل سنة أسمرة 1991. أنا هنا وجدت الأستاذ إدريس عوض الكريم. التنظيم الموحد مع العائدين دخلوا إلى أسمرة بعد التحرير 91، وساهم في البنية الإعلامية الناشئة. قبل ذلك كما قلت لكم مشاهدي الكرام، كان عضوا في مفوضية الاستفتاء، وكان يعمل عملا جبارا في ترجمة الأخبار والتقارير من العربية إلى الإنجليزية ومن الإنجليزية إلى العربية. وأزعم فأقول إن كان هنالك صندوقا أسودا من صناديق المجموعة الحاكمة في أسمرة ولم يفتح ذلك الصندوق بعد، بل رحل مع من رحل، إدريس عوض الكريم كان صندوقا أسودا للمرحلة التي عاش فيها من 91 وحتى خروجه من أسمرة. أقول ذلك عن معرفة أنه كان كثير الترجمات الرسمية وغير الرسمية، كان ينكفئ في ترجمات يعني حاجات بعضها إعلامي وبعضها سياسي وبعضها يعني. فأنا أقول إدريس عوض الكريم رحمة الله عليه، هو قبل أن يتوفى كان شوية في فترة صحية شوية، حتى رحمة الله عليه فقد فيها الوعي تماما، يعني جاءه الزهايمر مبكرا ففقد الذاكرة. أنا ما أعرف ماذا أمشي بعيد وأقول، لكن إدريس عوض الكريم بما كان يحمله من معلومات من خلال الترجمات التي كانت تعرض أمامه، كمية من المعلومات، أنا أزعم فأقول أنه كان يمتلك معلومات كثيرة وذات قيمة وذات أهمية.
فقد يكون عمل فيه ما عمل، وهو الذي خرج، يعني خرج وهو مودع، يعني قال يا جماعة أنا خلاص ماشي. طبعا ما قال أنا ماشي وما راجع، ما أعتقد. والله وخرج من الوزارة، سبحان الله. يعني رجل التحق بالكفاح من 71 وتسرب في كل جبهات الثورة، ثم الجبهة الشعبية والحكومة الإريترية وما إلى ذلك. والله خرج من الوزارة كأنه زارها كذا عابر سبيل يعني. وهو الذي عمل فيها من بعد الاستفتاء، بعد الاستفتاء مباشرة. وأزعم أنه أقول أنه من 72 كان في وزارة الإعلام منذ ذلك الوقت وحتى خروجه فوق 20 سنة، قريب 25 سنة أو 23. خرج منها كما خرج يعني كما يخرج الزول الغريب الزائر، يعني ما عنده علاقة بالهناك. لا حفل وداع، لا قلنا له لن ننسى أياما مضت، لن ننسى ذكراها، لن ننسى أياما مضت فرحا قضيناها أو مرحا، ولا لم يتم تكريمه، لكل الاعتبارات يعني. يعني ربما قيل ذاته سوداني يمشي، يعني هذا يمشي. إذا كانوا لنا قالوا لنا أنتم سودانيين ذاته ما إريتريين مثلا يعني. هكذا كان ينظر إلينا حقيقة، وأنا أقول بشكل صريح يعني. يقول لنا يا أخي أنتم السودانيين، أنتم ما بلدكم هناك، كذا يقولوا لنا بشكل صريح يعني. كيف وكذا نقول، المهم هذا موضوع آخر. فربما قالوا خليه يمشي السوداني ده. سبحان الله. لكن القراء والمستمعين والكتاب يعرفون قيمته، والسياسيون. وأنا أستغرب لحد الآن كتابات مش كثيرة كتب عنه عبد الجليل زي كما قلنا، وكتب عنه الكاتب جعفر الثوري، وأنا أحييه من هنا. وإن شاء الله في يوم من الأيام نجي نستعرض ما كتبه الثوري، وله التحية والاحترام الأخ جعفر. وعبرك أحيي كذلك أخونا إبراهيم الثوري الذي كنا معه في يوم من الأيام في أروقة جامعة الدول العربية. أحييه إبراهيم الثوري، كان رجلا ثوريا ورجلا شهما يعني، ولا لي معه ذكريات وذكريات يعني. طيب، جينا الآن إلى المقالة التي كان يكتبها إدريس عوض الكريم رحمة الله عليه. كان يكتب الضفة الأخرى تحت هذا العنوان، الضفة الأخرى. هو صاحب الضفة الأخرى مدونة سطرها على صفحات جريدة إريتريا الحديثة، حيث سطر فيها سيرته الذاتية على مرحلتين: الأولى في العدد 102 مؤرخة بالعاشر من مارس 2001، الثانية في العدد 112 مؤرخة في 24 من مارس 2002. يعني أكد لنا أنه في الفترة دي كان يؤرخ كما ذكرت لكم، وهو خرج بعد تلك المرحلة ما قعد كثير يعني. وهي سردية للذاكرة ومدارات الحياة وتعرجات المعاناة. وأردت من الضفة الأخرى أن تسجل بعض أصداء تلك المؤثرات التي مررت بها منذ الصبا الباكر. ده رأيه هو كقول الشاعر الراحل: المرحلة المتوسطة على أيامنا في الخمسينيات من القرن العشرين، في مرحلة مطلع الشباب. سطر في المدونة تأثره بالرومانسية عربيا وإنجليزيا. من المصادفات ذا المغزى أن شاعرين كبيرين معاصرين أحببتهما كثيرا هما السياب والبياتي، الشاعران العراقيان، تأثرا بهذه المدرسة الإنجليزية الرومانسية في الشعر. أيضا تجد لها صدى مسموعا في شعرهما من حيث البناء والصورة الشعرية. وأنا في إطار تجربتي الخاصة كما يقول تأثرت كثيرا بشعر السياب والبياتي، وأفضلهما على كثير من شعراء جيلهما. وفي ظني كما يقول إن شعر التفعيل الذي كتبه هؤلاء مكنهم أن يبدعوا ويخرجوا أو يخرجوا من المدار الضيق للبحور والقوالب القديمة للشعر. هذا رأيه. ولذلك نجده ضمن تيار الشعر الحر. أميل إلى الشعر الحر بيد أني أطرب أيضا للشعر الموزون، وأجد متعة في قراءة الشعر العربي كتراث خالد وغني جدا. عاد إلى الضفة الأولى السودان عام 2003. سبحان الله.
يعني 2002 هو، وكأنه كان يودع، يعني يكتب ويودع وهو ماشي. ولسان حال مقطع من قصيدة شجو المزامير للراحل محمد عثمان كجراي، يقول الذي قال فيه: وقفت على طريق العشب مهموما ومعتلا، كأنه حاله يقول ذلك. والرحمة والمغفرة لشاعرنا محمد عثمان كجراي. قال: وقفت على طريق العشب مهموما ومعتلا، توازن عالمي أضحى مع الأيام مختلا، بكيت نصاعة العشق الربيعي الذي ولى، صرخت بوحشتي كلا، حيث أنهى رحلة الاغتراب المكاني وتفرغ لعائلته الثانية. لأن أم منار، هو تزوج بعد أم منار، هاجرت إلى بلاد الصقيع، هي طبعا في أوروبا فعلا، تاركة إياه مع ليلى التي قارع من أجلها العسكر خلال مسيرة حياته حتى فقد الأمل في عودتها. الحرية، ومن ثم الاستكانة، حتى وافاه الأجل في الأيام الأخيرة من شهر فبراير من عام 2020، حيث وجد القارئ اختلافا في تاريخ وفاته، حيث نشرت سوداناي رثائية سردية كتبها عمر جعفر الثوري. نعم، أنا قلت جعفر الثوري، هو عمر جعفر، مع حفظ الألقاب، بعنوان: إدريس عوض الكريم يفرغ حبر دواته ويرحل في 3 مارس 2020. ولكن بعده كتب زميله ياسر عرمان مع حفظ الألقاب رثائية سردية منشورة في سودانايل مؤخرة بتاريخ 5 مارس 2020 بعنوان: البحر مات دمعة ووردة حمراء على قبر النورس إدريس عوض الكريم. وكلاهما أشار إلى تاريخ الوفاة في يوم الجمعة 28 فبراير 2020. هذا هو التاريخ المعتمد. واختلف مع ما اختلف معهما المناضل ياسين محمد عبد الله، مدير مركز سويرة لحقوق الإنسان، الذي كتب رثائية سردية بعنوان: إدريس عوض الكريم، رحلة النورس الأخيرة، مؤرخة ب 8 مارس 2020، منشورة في سودانايل في تاريخ الوفاة يوم الأربعاء 26 فبراير. على كل، هو توفي في شهر فبراير رحمة الله عليه. وبصفة عامة يقول الكاتب عبد الجليل الشيخ، كاتب هذه السطور، استفاد منها معلومات قيمة أسهمت في الحديث عن الراحل سياسيا ومناضلا، مما يدل على سمة الوفاء والثناء من قبلهم لشخصية عاش عاشقا في دولة سياسية أو في دولة سياسة. والعشق شيء والسياسة شيء، لأن العشق في الثقافة العربية أن تعيش الوجع ذاتيا وتائها في المنافي، محروما عن المعشوقة حتى تكره نضارة الأيام فوح أريجها، كما يقول الشاعر كجراي: كرهت نضارة الأيام فوح أريجها ذلا، وعدت وثوب أعماقي من الأحزان مبتلا، وكان الفجر مطعونا يرش على مآقي الزهر فيض دموعه طلا، وها أنا ذا أرى أمسي وشجو صبايا في صوت العصافير، وأنت معي جموح صبابة تترى ترش العطر في كل المشاوير، وتصنع لي أساطيرا وتنبض في حقول الشعر، تورق في تعابيري، وها أنا ذا مع الذكرى، مع الصمت الذي ينهار من شجو المزامير. والسؤال: من سيكتب عن الشاعر جرير عاشق الضفتين إدريس عوض الكريم، بعيدا عن أزمة الكتابيين والعشق السياسي ليلى الذي عاشه في المنافي؟ رحمة الله عليك حبيبنا وعزيزنا إدريس عوض الكريم، الشاعر الإعلامي السياسي المناضل. ولكن نقول
كانت له أيضا قصيدة معبرة جدا عن نقفة عملة إريتريا بعد صدورها. من الذين كتبنا عن نقفة في بالشعر باللغة العربية للحقيقة والأمانة، أنا كتبت عن نقفة، وكتب أحمد عمر شيخ الإعلامي الكاتب الموجود في أسمرة، وكتب شاعرنا الراحل إدريس عوض الكريم، وأعتقد برضو كتب الدكتور تاج الدين نور الدايم. الذين كتبوا عن نقفة ليس كثر، وأنا كتبت عن نقفة في وبيلها الفضي وفي صدور العملة، وتحدثت عن صدور العملة. كان لنا شرف التدشين أنا والأخ أسمرون حتى مريم، تدشين العملة في ليلة تداول العملة، عملة نقفة الوطنية، وكان يوما مشهودا. إدريس عوض الكريم طبعا كان له، يعني كان هو لما يكتب في المقالات نفسه طويل، يكتب مقالات طويلة، مقالات سردية، ويتحدث في كل ما يكتب بعمق. و... وكانت له كتابات في مجالات النقد والدراسات الأدبية والشعرية. وهو كما قلت لكم تقلب في الصحافتين العربية والإنجليزية. من مفارقات الأشياء عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنه إدريس عوض الكريم حتى وهو خارج مودع ماشي، يعني مثلا إلى الخرطوم، إلى وطنه الأول الثاني، هو بالنسبة له إريتريا والسودان كان وطنا واحدا. بل أنا أقول فأزعم، لأنه الأوطان التي تنتمي إليها عن حب، عن رضا بذاتك، هي وطنك الأول. وإدريس عوض الكريم انتمى لإريتريا حبا، وليس من أجل منصب ولا من أجل تقلد شيء. يعني بيروت التي كانت تموج وتصطك بنيران الحرب الأهلية، كان قاعد، كان ممكن يكون ضحية لأي هون وأي قذيفة. فما الذي جعله يختار أن يكون مع الإريتريين بدل أن يكون مع السودانيين؟ إدريس عوض الكريم رحمة الله عليه كان يستطيع أن يدخل أي بلد أوروبي، أمريكا واستراليا، أي مكان في الدنيا دي ناطق اللغة الإنجليزية. وهو الرجل الذي كان، والله كان مرات كان عنده كتابات عن الأدب الإنجليزي، كان مرات يترجم، كان عنده ترجمات أشعار شكسبير وغيره وغيره، كان يترجم وينشر في إريتريا الحديثة. كان بإمكانه أن يدخل هذه البلاد، بلاد الصقيع وغيرها وغيرها، معززا مكرما، لكنه آثر أن يظل قريبا من أوطانه التي أحبها، وتحديدا إريتريا. أزهر أيام عمره قضاها مع إريتريا، ولم يقضيها مع السودان. ألم تكن إريتريا هي وطنه الأول؟ علما أن الشعراء والأدباء، أنا في ظني ليس هناك شاعر يقول لك وطني هو فلان، ليس أوطانا للشعراء. وأنا دائما أعتمد على مقولة العقاد رحمة الله عليه عندما قال: خذوا دنياكم وهذه فدنياواتنا كثروا. الشاعر ليس له وطنا محددا، لأن الشاعر رجل مختلف. يعني الشاعر تحديدا، أنا أقول نعم المبدعين قد يدخلوا معهم القصاصين وهناك، لكن الشاعر، هذا الشاعر له إحساس معين. لست لأن مش عشان أنا شاعر أقول هذا الكلام، لكن الشاعر لا يؤمن بهذه الحدود الوهمية الاستعمارية. ولذلك قال العقاد: خذوا دنياكم وهذه فدنياواتنا كثروا. الشاعر ليس له الدنيا واحدة، دنياوات يعني. فإدريس عوض الكريم كانت دنياواته كثر، منها إريتريا. سؤال يطرح نفسه: ثم ماذا؟ لماذا عاد إلى وطنه الأول؟ طبعا السودان. طيب لماذا؟ يعني لأنه خلاص هو الإنسان، حتى نحن والله إذا بلغنا من العمر عتية وهنا، والله أنا نتمنى أن ندفن في بلادنا رغم كل الظلم وال 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 والجبروت والهوان والذل والاستعمار الموجود الآن في إريتريا، لكن أتمنى أن يوارى جثماننا الثرى في وطننا في إريتريا، على الأقل وما إريتريا السودان. يعني اللهم لا تأخذنا أخذ عزيز مقتدر ونحن في هذه الغربة البعيدة. يعني فإدريس عاد. وقد يكون برضو تفسيري أنا: عاد إدريس كما عاد كل الناس، أن فروا وخرجوا. من لم يخرج من إريتريا، من لم يخرج من إريتريا طوعا أو خوفا فأخافته أو طردته إريتريا،
خوفا وطردا. ولذلك هو قد يكون أحس كمان بشيء من التهديد وعدم الأمن لحياته واستمراره، لذلك آثر أن يخرج. فلا ودعته الجريدة التي كان يعمل نائبا لرئيس تحريرها، إريتريا الحديثة. أنا ما أعتقد أنه كان رئيس تحرير إريتريا الحديثة، نائبا استمر فترة طويلة، لكن كان نائبا لفترة إريتريان بروفايل، ثم أصبح رئيسا لها. لا ودعته، لا ودعوه الأعراب ولا العجم في إريتريا في صحيفته، ولا العمل السياسي. ما في جهة ودعته، خرج كما يخرج الغريب الزائر للبلد وشال شنطته ومشى، حتى مشيه كان عن طريق البر. وعندما ذهب إلى السودان، ودي معلومة أنا أقولها لأول مرة، اختفى تماما، يعني لم يظهر له صوت، ولم يقرأ له قلم، ولم، يعني أنا حتى سألت واحد من أقربائه وهو أخونا ابن الدكتور عمر نور الدايم، له التحية والسلام، العزيز ابن الدكتور عمر نور الدايم الذي أقام في أسمر فترة طويلة، ابنه العزيز. أنا سألته قلت له يا أخي يا ود نور الدايم، أخبار إدريس شنو؟ قلت له والله قال لي، وهو قريب نسبا وحسبا يعني، فقال لي والله هذا الرجل لم نجد له أثر. معقول؟ قال لي والله فتشناه في السودان كله لم نجد له أثرا نهائي. ده كان في بدايات خروج يعني. عندما زرت السودان أنا 2006 سألت، فقال لي والله ما عندنا خبر له كده. فأنا أخذتني الظنون، قلت ربما غدروا به في الطريق لأنه مشى عن طريق البر يعني. فقلت سبحان الله، فقلت ربما هو إدريس عوض الكريم الذي كان يحمل قدرا من المعلومات في الترجمات وغير ذلك يعني. ولذلك إلى أن سمعنا خبر أنه إدريس عوض الكريم حي يرزق، من خلال حديث أدلى به سعادة السفير والأستاذ علي محمد صالح شوم، أحييه من هنا، وقد كتب عنه شيئا من ذلك بعد وفاته. وإن شاء الله يمكن نلتقي بسعادته يحدثنا عن إدريس عوض الكريم رحمة الله عليه. فاطمأننت وقلت الحمد لله يعني انه دخل السودان ولكن بسوء الحظ يعني لم يمر عليه فترة طويلة حتى فقد الذاكرة تماما، ومر بفترة صحية حرجة، له الرحمة والمغفرة. فلم يوثق لإدريس عوض الكريم داخل وزارة الإعلام التي يعني عاش فيها ردحا من الزمن. أن تعمل في وزارة الإعلام، الوزارة التي تعمل مقابلة مع هذا وتلتقي بذاك وتعمل تحقيق وبتاع، تخرج منها كما يخرج الغريب. نحن برضو خرجنا منها هكذا، قد يكون خروجنا مختلف، لكن خروج إدريس عوض الكريم كأنه قال لهم يا جماعة أنا خلاص ماشي وكذا بتاع. فكان ينبغي أن يكرم يا أخي، يكرم ورقة بس شهادة شكر وتقدير يا أخي لدورك وعملك. هذه هي المجموعة التي يدافع عنها كثير من الناس اليوم. وخرج إدريس كما يخرج أي كاتب مر بالوزارة، أو أي رجل جاء عشان يعمل مقابلة وخرج منها حاسر الرأس يعني. لكن نعرف قيمته نحن الذين عشنا معه، والذين قرأوا له، والذين يعرفوا قدره، والذين عرفوه قبلنا في بيروت وفي دمشق وفي كثير من منعطفات النضال والكفاح الإريتري. أنا والله أتمنى أن نلتقي ببتنا منار، وأنا أحييه عبر هذا البرنامج، وأدعو كل من يعرف منار ويعرف لها عنوان أن يجمعنا مع بنتنا العزيزة، حتى ما نقول وتقول كلمة سواء كان في هذه القناة أو في غيرها من القنوات التي نعمل بها، نقول خيرا عن أبيها وهي تقول شيئا عن أبيها، ونحيي أم منار حيثما هي، نحييها ونسلم عليها، وإن شاء الله نلتقي بها في يوم من الأيام. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هذا ما وددت أن أقوله عن أخي وأستاذي وقائدنا ومرشدنا في الإعلام وفي الأدب وفي الشعر. والله إدريس عوض الكريم كان مدرسة في العمل الإعلامي، مدرسة في الترجمة كان مدرسة في العمل السياسي، كان مدرسة في الأخوة الصادقة وفي النضج. وكان حقيقة يعني حتى في بداياته كجيل ذلك الزمان، وإن كان لونه يعني تأثر باللون اليساري، لكن إدريس عوض الكريم نشهد
أنه كان يؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان كثير التقوى وكثير الإيمان. وأذكر في ذات يوم يعني ما تجمعنا لصلاة وإلا قدمنا علينا إدريس عوض الكريم. والله تفضل الأستاذ إدريس، وهو المجود وهو الرجل القارئ يعني. وبرضو اتجاهه السياسي للحق يقال إنه كان حزب أمة يعني. وأذكر أنا في يوم من الأيام شاركت معه في تغطية المؤتمر الصحفي الذي عقده الزعيم الإمام الصادق المهدي رحمة الله عليه، عندما خرج عبر عملية تهتدون إلى أسمرة من ذلك السجن. ففي مقر السفارة الإريترية بأسمرة عقد مؤتمر صحفي، فكلفنا مجموعة من الصحفيين، فكنت أنا وكان إدريس عوض الكريم. حتى سأل الإمام رحمة الله عليه فقال له سيد الإمام، فقدم له سؤال طبعا سؤال سياسي صحفي خطير يعني، أسهب فيه الإمام على عادته على طريقته. بعدين لما خرجنا قلت له شنو مسألة السيادة وكده سيد إدريس عوض الكريم وأنت الرجل كده بتاع، فمداعبة كده بتاع. قال لي يا شريك أنت ما عارف أنا حزب أمة. قلت له لا عرفنا لونيتك السياسية. فله الرحمة والمغفرة والتحية لتلامذته وأبنائه من السودان وإريتريا. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون أطوي معكم هذه الصفحة ونحيي كل الأحباب ونترحم على أخونا إدريس عوض الكريم في ذكراه الثالث. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اجعل الجنة مثواه واجمعنا به في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق. ونختم كما بدأنا الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.